الاتحاد سطيف نشاط نهائي. من نتذكر ايضا ديانسي نادي بناء الجزائر فيه الكثير. ننتظر الهدف الاول والهدف الاول في المقابله، هدف مباغت. اذا المدني يتمكن من فتح مجال التهديف بعد كره طويله ومخالفه كما نشاهد مرفوعه من ديب ابراهيم. ارتقاء جيد من مدني بالراس، يتمكن من مباغته الحارس مياد ويضع الكره في الزاويه الصعبه. الاعاده من زاويه اخرى، ارتقاء وخليني نقول كان بعيد عن كل مضايقه. هدف جميل، حتى اللوعه والطريقه الكروباتيه التي سجل بها رغم وضعيته الصعبه الا انه تمكن من ضرب الكره ومباغته الحارس مياد وتوقيع الهدف الاول في اللقاء المباراه لمصلحه شباب قسنطينه. قبل البدايه تحدثنا عن مدني وقلنا انه مدافع قوي وهو هداف وسجل الكثير من الاهداف الحاسمه. هو يعود اليوم ويؤكد ما قلناه ويحتض ويكون مع الحس التهديفي في هذه المقابله، ايضا يحضر حسه التهديفي في هذه المقابله ويسجل الهدف ويفتح مجال التهديف بعد مرور 23 دقيقه. حارس فريق شبيبة الثورة والكرة التي جاء منها الهدف الأول والمباغت للحارس وبطريقة وبكيفية رائعة من ديب إبراهيم، وكيفية تعامل مدني حقيقة بطريقة في وسط الميدان. مرة ثانية ديب يسترجع الكرة، الحكم يترك مبدأ الأفضلية ثم الانطلاقة من خالدي، يلحق عليها خالدي. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة جزاء. الحكم بوكواس الياس يقول ضربة جزاء للاعب خالدي. سنشاهد الإعادة، والتدخل، والحكم يمنح الخطأ بعد التدخل من قايدي. أول كرة في الشوط الثاني لشباب قسنطينة داخل منطقة العمليات في الوقت اللي فيه احتجاجات من عناصر فريق شبيبة الثورة في هذه اللقطة، والحكم بوكواس الياس نشاهد ونتابع. لحظة صعبة جدا على الجميع، على المنفذ وعلى الحارس وعلى المشاهد وعلى الأنصار. ديب إبراهيم يوقع الهدف الثاني بطريقة وبكيفية رائعة. الهدف الثاني لشباب قسنطينة يأتي من ضربة جزاء من ديب إبراهيم، وفرحة عناصر شباب قسنطينة والأنصار أيضا بالهدف الثاني لفريقهم بعدما كان يعاني من ضغط كبير ورهيب مع بداية الشوط الثاني. يتمكن ديب إبراهيم كما نشاهد ونتابع من توقيع الهدف الثاني لشباب قسنطينة من ضربة جزاء، ويصبح التفوق لشباب قسنطينة بهدفين مقابل صفر. ربما الهدف الثاني سيزيل الكثير من الضغط على بطبيعة الحال، يعني جاء في وقت مناسب خاصة مع بداية الشوط الثاني، وكنا تكلمنا ان النادي الرياضي القسنطيني محتاج الى هدف ثاني حتى يضمن على الاقل ويلعب باقي اللقاء باريحية.